النهاردة اليوم التاني في الدايت، وانا قررت ان انا هفطر قبل ما اروح الجيم. كان عندي وقت، بصيت على الاب لقيت ان الفطار ساندويتش بيض، فاخترت العيش ان يكون عيش بيجل وحطيت جرجير، والبيض كان عبارة عن بيضتين مع رشة زيت على النار. وهي كانت حاطة على الاب ان انا اكل كرفس، بس بصراحة انا مش بحب اكله، بحب اشربه بس في الجرين سموزي، فبدل الكرفس حطيت خيار. سعرات الفطار كانت عاملة 397 سعر. ومع الفطار بشرب بلاك كوفي من غير لا لبن ولا سكر، ويبقى كده ده فطارنا النهاردة. بعد الفطار بساعتين رحت الجيم. تمرينة النهاردة كانت upper body، كانت تمرينة حوالي ساعة، ولاحظت ان هي ما بتحطش كارديو وابس كل يوم، بتحطهم يوم ويوم لا. السناك كان عبارة عن سموزي. أنا شخص ما بيحبش يشرب سعرات وبيحب ياكلها، بس قلت ليه لأ، خليني أسمع الكلام وأجرب. فالسناك كان عبارة عن سكوب بروتين معاه كوباية مية معاه واحدة استفندي، وطعمه كان لذيذ جدا وفضل مشبعني فترة طويلة. ودي سعرات السناك. نيجي بقى للغدا. الغدا كان عبارة عن فراخ، وكان المفروض بطاطا بس ما كانش عندي، فأخدت مكانها بطاطس عملتها برشة زيت في الاير فراير. طبعا كل حاجة كانت هي كاتباها بالوزن. الفراخ كان 105 جرام، البطاطا لو كنا جبنا بطاطا كانت 235 جرام، فأخدت نفس الكمية بالبطاطس. وكان في بصل 10 جرام بصل اللي هم حاجة بسيطة قوي، و50 جرام بروكلي. وبرده كانت حاطة رشة الزيت، فهي محسوبة في السعرات بتاعة الغدا. أنا عارفة إن في ناس مش بتحب تحسب الجرامات، بس في الأول بتبقى حاجة كويسة إن احنا نعرف كل حاجة الجرامات بتاعتها قد إيه، خصوصا إن في خضار غير نشوي، بس في نسبة نشويات. فحتى لو احنا فاكرين إن احنا ما بناكلش نشويات في يومنا، برضو الخضار اللي هو زي البروكلي وزي البصل والحاجات دي كلها فيها نسبة نشويات. فالأفضل إن احنا في الأول نحسب الجرامات اللي عندنا في الوجبة، وبعد كده مع الوقت بنظرة العين كده بس هنعرف الوزن من غير ما نحسبها. ودي كانت سعرات الغداء 379 سعر. واخر حاجة العشاء، كان المفروض يبقى فيها كارب زي ما قلت لكم، وهي بتحط كارب دايما في العشاء، برغم ان انا قلت لها ان انا مش بحب اكل اكل تقيل في العشاء، وهي غيرته وقللت لي السعرات شوية عشان الكارب كان عالي في يومي، قللت لي السعرات حوالي 100 وشوية في اليوم. بس ستيل برضو كانت بتحط لي كارب في العشاء، فانا خدت الوجبة من غير الكارب بتاعتها. العشاء كان عبارة عن 200 جرام خضار